اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ان شاء الله باذن الله اليوم غنشارك معكم الطريقه ديال لاصوص طوماط. ان شاء الله نبدا على بركه الله. حيت هاد السطل ديال المطيشه، الجريده ديالي طبيعيه 100%. دابا درتها في السطل ديال الماء. غادي نغسلها وغادي نقطعها ان شاء الله. ديك الساعه غادي نوريكم شنو غادي ندير ان شاء الله يا ربي باذن الله. دابا هي وقت مطيشه، الانسان يخزن المطاشه اللي غادي تنفعو في الشتاء. ملي كتكون مطاشه غاليه، المراه هي اللي كتكون مدبره في البيت ديالها، ماشي تكون غير اللي طاحت في المقله كتقلى. باش انه الانسان منين تكون الطوماطي غاليه، بقى عندك المراه تلقى كلشي موجود في الكوزينه ديالها، اللي بغات ديرها كتلقى المطاشه موجوده. ان شاء الله غادي نقطعها باذن الله وغادي نتلاقاو ان شاء الله يا ربي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد. دابا انا قطعت هاد المطيشه هادي كما قلت لكم، غسلتها مزيان وحيدت لها ديك الشاشيه ديالها، شي حاجه اللي كانت فيها هكا شي نقطه كحله، وقطعتها بقشورها بكلشي. دابا انا عمرت الطنجره ديالي وشعلت العافيه. دابا غادي نخليها طيب مزيان، عرفتي تتحل كامله بالقشور ديالها بكلشي. وديك الساعتين ان شاء الله باذن الله غنخليها تبرد وغنوريكم شنو غادي ندير ان شاء الله باذن الله. نكمل على الفيديو ديالي ان شاء الله يا ربي. ونصيحه لكم العيالات، نوضوا بمطيشه. الانسان ما ردش على العجز، راه عرفتي الشغل دغيا الانسان غير كيبدا فيه كيقول بسم الله والله تبارك وتعالى كيعاون. الله هو المعين الوحيد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الخالق. الحمد لله الذي انعم علينا بهذه النعم. دابا غنغطي الطنجره ديالي وغنزيد العواد ونكمل لكم على الفيديو ان شاء الله باذن الله. ها المطاشه ديالي طحنتها وصفيتها، دابا رديتها كطيب حتى تقال مزيان. وان شاء الله باذن الله باش نعمرها في القريعات ان شاء الله يا ربي. خليوها تغلي مزيان حتى تقال، لان فاش كنجيو نصفيوها، اما تصفيوها في واحد البوصيار كتكون ديك الغربال ديال العينين كبار ديال السلك، واما تصفيوها في شي شبكه عاوتاني عندها العينين فحال ديال الغربال ديال السلك. وصافي ملي كتصفيوها كتردوها في واحد القميله هكا كطيب مزيان كتغلي صوص طوماط. ان شاء الله باذن الله نعمرها في القرعات ديالنا ان شاء الله يا ربي، وكتنفعنا ان شاء الله في الشتاء. واخا الانسان هادشي فيه شويه الخدمه، ولكن في الشتاء الانسان كيرتاح. السلام عليكم البنات. دي مطيشه ديالي عمرتها، لان فاش كنطحن مطيشه، فاش كنطحنها كنصفيها. عندي واحد الشبكه العينين ديالها ديال السلك كبار، وكنصفيها مزيان في ديك الشبكه باش كتبقى ديك الزريعه وديك القشره المطيشه كتبقى الفوق. وكنردها فوق البوطه، راني ذكرت لكم في الاول الفيديو. كنرد ديك المطيشه فوق البوطه وكطيب مزيان حتى كتحل لك الكشكوشه، ما كتبقاش عندك كشكوشه. وكنعمرها في القريعات، كنعمرها سخونه ومباشره كنزير القرعه وكنهزها كنقلبها على وجهها بحال هذا الشكل هذا، وكنشدها كنغطيها بشي فوطه تكون غليظه بحال هكا. كنغطيها بحال هكا وكنخليها، غادي نخليها حتى الغدا ان شاء الله باذن الله. وغادي نهزها وغنخزنها ان شاء الله، لان الطريقه هذه ما كتحتاجش حمام ماريه، ما كتحتاج شيء، لان مطيشه لاصوص ديال المطيشه سخونه بديك تقلبي على الوجه، كتقلبوا على فمها وهي سخونه. ديك الطريقه هي اللي كتزير القرعه، كتزير بوحدها عفوا.
وهي الطريقة صراحة. اش غنقول لكم، مطيشة كتجي واخا فيها شوية المشقة، ولكن الحمد لله والشكر لله. صراحة كتجي المذاق ديالها يا سلام. انا دابا ولفتها ما نقدرش نستغنى عليها من حد يحيى، لان مطيش باللي كتصاوبي بيدك ماشي هي مطيش اللي كتشري من السوبر. لان ولو تشري ما عرفتش من غتشريها، راه لا علاقة بالمطيش اللي كتصاوبي. احسن حاجة كما كنصح اي مرأة نوض تصاوب مطيشة وما تعكزش، ما تعكزش، توكل على الله وكلشي فيه الاجر. والسلام عليكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله.